طريقة كب كيك من اسهل ما يكون، تبقى حلوة وسهلة وبسيطة جدا للبنات اللي لسه بيتعلموا او لسه بيدخلوا مطبخ. معايا هنا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، هنزل عليهم ب2 باكت من الفانيليا، وهنزل معايا معلقة كبيرة من الخل، كوباية صغيرة من سكر البودرة او السكر الحبيبات العادي الابيض، وابدأ اضربهم لحد ما يديلي لون كريمي فاتح خالص كده. بتبقى حلوة جدا، سهلة وخفيفة ومقاديرها بسيطة جدا. اضربهم لحد ما يديني لون القوام الكريمي الفاتح ده. انزل معايا بكوبايه سمنه، ممكن تحطي سمنه على زيت، كوبايه من اللبن، وابدا اقلبهم لحد ما يديني فوم كده معايا زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. بتبقى حلوه جميله قوي. معايا هنا كوبايتين زائد معلقتين كبار من الدقيق، كيس من البيكنج باودر، رشه من الملح، وهنزل بيهم مجرد بس ان انا اقلب الدقيق مع الخليط. هيديني قوام حلو كريمي كده جميل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. خلصتها خلاص كده في المرحله دي. كده خلاص هاتي بالسباتولا من تحت لفوق كده لو في اي بواقي دي او حاجه، بيبقى كل بعضه. بجيب صينيه الكب كيك وانزل معايا بورق الكب كيك بنت شايفينه كده. في المرحله دي ممكن تحطي بقى شوكليت شيبس، تحطي فواكه مجففه، تنزلي بمربى باي حشوات عندك انت عايزاها وحباها. انا حبيت اعملها ساده تبقى سهله وبسيطه على اللي بيتعلموا عايزين يعرفوها. بتبقى حلوه جميله جدا. عم بحطها على الرف الوسطاني درجه حراره 180، وارجع اهدي النار عليها خالص. على الرف الوسطاني بقت معايا حبه كده، جبت قالب كيك ونزلت باقي الخليط كده معايا، ودخليها الفرن تطلع معاكي احلى كيك. طلعت معايا من الفرن خلاص بالشكل ده، بقى لونها ذهبي طريه وهشه جدا وحلوه قوي قوي، مع شاي بقى ساده، مع شاي بلبن، في فطار، في لانش بوكس لاولادك. بتبقى حلوه جدا وحلوه عمليه قوي. اشوفكم على خير، سلام عليكم.